سلام احبابي الزينين، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس، ومرحبا بكم في قناتنا بهادي زاد. اليوم جيتكم دون نوفيل فيديو بوصفه تاع مملحات كما العاده. نحب نعمل لكم دي فيديو يكونوا دي روسيت فيهم سبيسيال وبسيطين او ميم طون. نقدروا نعملوهم في الدار باي طريقه، وسيرتو للمبتدئات بيان سور. دونك اليوم البنات راح نعملوا وصفه لي سوفلي اللي كامل نحبوا نعملوهم سيرتو في الصيف في رمضان، ولا كي نروحوا للبحر، ولا نعملوهم في العشاء. اذا عجبكم الفيديو كما العاده ما تنسوش تدعموني بلايك سبسكرايب، ويلا نبداو على بركه الله. دونك حبايبي الزينين، اول حاجه نعملوها نعملوا نص كيلو تاع فرينه. بيان سور تختاروا نوعيه جيده للفرينه، نغربلوها بيان سور باش تعطينا كيما نقولوا خفه لهذيك لاباط، ويعود يكونوا فيها كالشوائب ولا. دونك لازم نغربلوها، سي بور سا. وكم تعرفوا كاين ان ديفيرونس بين الفارينات. دونك كاينه الفارينه اللي كيما نقولوا باغ اكزومبل كيما الفارينه تاع ماما، كاينه الحمراء والقري. دونك القري سبيسيال تاع غاطو، والحمراء للمخبوزات. دونك لازم نعرفوا لا ديفيرونس بيناتهم، هذا مكان. يا ابخي البنات عملت في هاد لا ريسيت مغرف صغيره تاع ملح مع نص كيس تاع زبده دائبه. بيان سور لازم تكون دافيه هذيك الزبده، ونبسو بها مليح هذيك الفارينه. لازم تكون مرمله مليح صابلي. راكم تعرفوا لي غوسيت سيتو المملحات والامور هذه ما يحتاجوش سيونس اكزاكت. كيما الغاطو نقدروش نزيدوا له ولا مي هادو لا لي غوسيت ساهلين، نقدروا نضيفوا واش حبينا فيهم. هايليكم بعد ما بستها بيان. دونك كملوا لي زانغريديون اللي بقاو. نحتاجوا فيها مغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز، مع مغرف كبيره سكر، وان دمي باكي تاع لوفور شيميك اللي هي الخميره الكيميائيه. البنات هنا انا عملت زمغارف تاع قهوه. دونك ليكيفالون تاعهم يجي مغرف كبيره. وهنا البنات سمحوا لي بزاف، نورمالمون نعمل البيضه الساع مي انا غلطت حطيت لا لوفور من بعد درت البيضه. مي ماشي مشكل، ديروها على جنب وتكملوا المكونات الاخرى. وبيان سور نعملوا مدافي على الفارين على الخميره هذيك، على باش ما تفسدناش الخميره وتفاعل بالخف. نعجنوها بيان هكذا حتى تلم لنا مليح، تجينا اون بات مليحه متماسكه. خليوها ترتاح لنا المده اون دميير، نص ساعه ولا ربع ساعه. باسك هاد النوع من السوفلي ما يحتاجش انك تخليها تخمر خلاص، ولا مش كيما الخبز نحتاجو له الخميره. هاي ليكم بعد ما ارتاحت لا فارس تاعها. انا عملت هنا البنات فارس روج بالطماطم، لا طوماط والبصل وشويه تاع تاع دجاج سكالوب. نتوما تقدروا ديروها بالفيونداشي، ولا باغ اكزومبل ديروها لداي صغار بالفرماج والطون. دونك لا فارس تقدروا تعملوا اي حاجه، المهم لي سوفلي يكونوا مخدومين بيان وتكون لاباط تاعهم صحيحه. هذا ما كان حطوهم في هذاك الطابع نتاع في هذاك الطابع نتاع عفوا نعملهم في هذاك الطابع تاع لي سوفلي اللي موجود في اي بيت، وفيه انواع.
كاين الصغار والكبار. وعلى بالكم الصغار نعملوهم باغزون في الهليلات في حاجه حلوه، مثلا البراش تاع التينه ولا، وهادو لا نعملوا بهم الكبار لسوفلي ولا حاجه كتكون مهم يكون حجمه كبير. اي ابخي نباديجونيوهم بيان سور بالبيض، نعملوا الصفار. واللي ما يحبش الريحه تاع البيض يعملوا شويه تاع سوا لافاني ولا يعملوا شويه تاع خل مغرف صغيره، ونديكوريوهم بججلان السانوج. وتقدروا ميم تعملوا حبوب الشيا اللي فيها فائده مليحه كيما السانوج والججلان. الججلان عبالنا فيه لوميغا 3 اللي مليحه لصحتنا. ولا نعملوا دي غونديل صغار تاع الزيتون الاخضر ولا الكحل ونحطوهم من فوق كدا لا يجيونا بيان ديكوري. دونك كل واحد واش يحب، جيست ما ندخلوهم يطيبوا من فوق ومن تحت يجيونا بال كولور دوغي. وهاي لكم النتيجه تاعهم، خفاف وظراف ما شاء الله. ان شاء الله تكونوا تبعتوا الوصفه هذه خطوه بخطوه ونجح لكم ان شاء الله. قولي دون ان كومونتير كيفاه جاوكم. وهادو ملاح سيرتو لداي الصغار يحبوا هاد لي شوز. ما بقى لي هنا غير نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر، وتهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.